طبعا معنا ضيف مختلفة عن جميع اللي موجودين معنا. ضيف هي مشرفة تنظيم للفعاليات لفريق عيدنا عيدكم. خلينا نتعرف عليه. معاكم ريان، منظمة وأرسم وأصمم بس. زين ريان، طبعا انت عضو من اعضاء فريق عيدنا عيدكم. اعطيني نموذج عن فريق عيدنا عيدكم. فريق مجتهد وفريق بيسعى للأفضل وكلهم مجهود من عرق جبينهم ما شاء الله، ما قصروا، وإن شاء الله تكون نتيجة أفضل وساعين للأفضل دائما وأتمنى لهم كل خير لأنهم سهروا وتعبوا وكدوا عشان يوصلون لهذا الشيء. وإن شاء الله بكرة معنا فعاليات قرنقشور، وإن شاء الله بيكون الفعالية حلوة وجميلة، ونتمنى أن الكل يحضر هذه الفعالية ويشوف إبداعات الشباب. طبعا ذكرتي في فعالية قرقشو، طبعا فريق عيدنا عيدكم معروف له بصمة في كل مكان في هذا الفعالية القرقشو. أعطيني جاهزياتكم لفعالية قرقشو. والله هذا بيكون شيء مفاجئ، بيكون في أشياء مختلفة يعني ما صارت من قبل، يعني بنسعى لشيء جديد، شيء مختلف، شيء يبهر الجمهور ويحبون هالفعالية، ينبسطوا وما حد يطلع منهن إلا وهو مبسوط من هذه الفعالية. طبعا راح أسألك 3 أسئلة وحاول انك تجاوبي هذه الأسئلة، لأنه فريق عيدنا عيدكم مقدم جائزة في برنامج ليالي رمضان. المشرفة ريان، اذكري لي 3 مواقع قدمها فريق عيدنا عيدكم. 3 مواقع. الصيني وشاطئ الدهاريز والحافة. الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعده، اذكري لي 3 مناطق موجودة في محافظة ظفار تراث قديم. مرباط. البليل. ممتاز. والحافة. والإجابة صحيحة. راح أسأل السؤال، اذكروا لي 5 بنوك موجودة في محافظة ظفار. مسقط، بنك مسقط، بنك صحاب، بنك ظفار، بنك الأهلي، بنك نزوة، بنك الوطني. الإجابة صحيحة. الأخت ريان، أعطيني كلمة أخيرة تقوليها لفريق عيدنا عيدكم. والله أقول لهم مشكورين على الجهد اللي بتبذلونه وعلى التعب اللي بتتعبونه، وإن شاء الله تعبكم ما يروح هدر ونكون بيضنا الوجه وربي يكتب لنا كل خير وبس. طبعا هذه الهدية مقدمة من فريق عيدنا عيدكم. كنت في برنامج ليالي رمضان. جائزة مقدمة كوبون من حلا هود. طبعا هدية بسيطة مقدمة من فريق عيدنا عيدكم. طبعا كانت معنا المشرفة المنظمة العام لفريق عيدنا عيدكم في البرنامج ليالي رمضان، ونشوفكم إن شاء الله مع ضيف آخر.